حي جند الله وحي رجاله الحرابة قوم من نور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يا رجال هذه القصيدة تضامنا مع الإعلامي أحمد حجر، ورسالة على لسان الشعب إلى حكومة صنعاء. قلنا فيها يا رجال بدعيك وترجاك في شد المحن، ما حسوك يا الله بنحتاج له، سهل أمور الناس في هذا الزمن، فالوقت قاسي والسرق زاد وهله، قد زاد هذا الفقر في شعب اليمن، والأب ما يلقى يأكل جاهله. يا كل مسؤول اتق الله واتزن، وتفقد الفقراء ولا تتجاهله. يا كم رجل ضحوا بأرواح وبدن من أجل عم العدل روحه باذله، من أجل ذا المسكين يلقى له السكن، ترخص معيشتهم ويعيش في هله. وين المسير يهدي حكم جد الحسن، والعدل ذي ربي حكم به وانزله. لا زادت الأوضاع زادين الفتن، ما عاد ما تقدر تحل المعضلة. يا كل مسؤول في اليمن وارض الوطن، به ناس كيس الخبز ما هو يدخله، في ذمة المسؤول وحكام الوطن يتفقدوا الأحوال قبل الزلزلة. الجوع كافر والشرف ما له ثمن، لابد نتسابق لحل المسألة، ما نرتضي الباطل حملنا للكفن. الشعب جاوع ما لقي ما ياكله، لابد نتكاتف ونتعدى المحن، ولا قرينا الفاتحة والزلزلة. بالحق بتكلم وبعلنها علن، الظلم زايد والسرق زاد وهله، لابد نلقى الحل ونطفي للفتن، ونشوف من اين الخلل والمشكلة. ولا علينا العار ما احنا بنا وطن، لازم ترضينا الظلمة ونتقبلها، لازم ترضينا الظلمة ونتقبلها. سلامة الرجال والشباب.